السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كاملين مزيانين في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت نصوب معكم العجينه ديال البطبوط، يعني ديك البطيبطات الصغيورين اللي كنعمروهم. هنا كنحتاجوا العجين هنا خديت نص كيلو ديال الدقيق، يعني 500 غرام ديال الدقيق، درت معاها كاس ديال العنبه ديال الفينو. يعني الدقيق الفينو ما تكثروش بزاف. زدت عليه واحد المعلقه ديال السكر، درت هنا شويه ديال الملحه. وهنا درت القياس ديال معلقه كبيره، تقريبا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. يعني تعبروها بالمعلقه كبيره، غتجيكم معلقه كبيره هي هذيك ديال الخميره ديال الخبز. صافي، وكنبداو كنعجنوا العجينه ديالنا بالماء دافي. يعني من احسن الماء دافي، ماشي الماء بارد، لحقاش الماء بارد بحال كتجي العجينه عاصيه بزاف، كتجي قاصحه. كتعجنوها بماء دافي. صافي، كنبدا كنعجن، ومن الاحسن العجينه ديروها شويه مطلوقه، يعني هكا كتلصق في اليدين وكتبقاو كدلكوا فيها، ماشي ديروها قاصحه من الاول. يعني كديروها كتلصق شويه في اليدين وكتبقاو كدلكوا فيها حتى كتشرب هذاك الماء كامل، يعني داك الدقيق ديالكم كيتشرب هذاك الماء. وعلى حسب عاوتاني النوعيه ديال الدقيق، كاين الدقيق اللي كيشرب الماء، كاين الدقيق اللي ما كيشربش الماء. صافي، هنا من بعد ما خلطتها ضروري خص كما قلت لكم خصها تدلك مزيان، يعني دلكتها مزيان حتى تشربات وما بقاش كتلصق ليا في يديا. كما كتشوفوا صافي، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت وغنديرها في شي تشوبينه، وغادي نسد عليها وغنغطيها. يعني ضروري تغطيوها شويه مزيان باش كتفاعل الخميره. هاد الكميه اللي عطيتكم ديال الدقيق راها كتخرج لكم واحد الكميه يعني مزيانه. يعني تقدروا هكا ملي كطيبوا تجمعوا هكا كل 6 ولا على حسب داكشي اللي بغيتي، وكديريه في الفريغو الوقت اللي كتبغيه كتجبديه. صافي، هنا من بعد ما اختمرت العجينه كما كتشوفوا غادي نحيد منها داك الهواء. صافي، وغادي نبدا كنشكل فيها كويرات صغار. يعني هذوك الكرات ديال هذوك البطيبطات، يعني على حساب القياس اللي بغيتو نتوما، بغيتوهم صغيورين بغيتوهم موين. انا صوبتهم للدار، يعني درتهم عاديين، يعني موين، ماشي كبار وماشي صغار. صافي، كنبقى كنشكل في هاد العجينه هذه حتى كنشكلها كامله. يعني الحاجه اللي شكلتوها، يعني اللي كورتوها، كتغطيوها باش ما كديرش لكم هذيك القشره من الفوق. انا هنا كنحاول باش يجوني قياس واحد. صافي، غادي نبدا هنايا اللي صوبتها غادي نغطيها حتى كنسالي هذيك الكميه اللي عندي ديال العجينه كامله، كنخليها واحد 5 دقائق هكا، يعني غير ترتاح. وكنبدا بالاولى اللي صوبت. دائما كتبداو كترجعوا لهذيك الاولى اللي بديتو بها. صافي، من بعد ما خليت هذيك 5 دقائق غادي نبدا كنقرص فيها. يعني نتوما كتقدروا تقرصوا بايدكم، تقدروا ديروا المدلك، ولكن من الاحسن بايدكم كيجي ساهل واسرع، يعني بالزربه على باش غادي تلقوها بالمدلك. وهنا درت واحد اللاطه ديال الفران، يعني فرشت ليها واحد هكا واحد المنديل باش غادي نبقى اي حاجه صوبتها هكا قرصتها كنحطها فيها حتى كنسالي عاوتاني هذيك الكميه اللي عندي كامله. صافي، كنبقى على هذا الشكل هذا. اي وحده، يعني اي هكا 4 5 يعني كرستهم كنديهم كنحطهم وكنعاود نغطيهم باش ملي نجي
نبدا غير نسالي، نبدا نطيب، يعني ما تحتاجيش تخليها واحد المده عاوتاني تعاود تختمر. صافي هنا من بعد ما ساليت هذيك الكميه اللي عندي كامله كنغطيها كما كتشوفوا. هنا بديت كنطيب، لحقاش هنا الفيديو جاني طويل بزاف وبقيت قطعت منه بزاف باش ما يجيكمش الفيديو طويل. صافي هنا بديت كنطيب، العافيه ما تكونش مجهده بزاف وما كتكونش ناقصه، يعني كتكون موين، وكتبقاي كتقلبي، يعني البطبوط كيبغيك تبقاي تقلبيه، ماشي تجهدي عليه العافيه وتحطيها بزربه كتحمر وتعاود تقلبيها. بزربه كتحمر ما كتنفخش، يعني كتخلي العافيه يعني ناقصه شويه. صافي وكتبقاي كتقلبي فيه حتى كتنفخ، صافي كطيب كتحيديها. انا هنا واحد الحاجه، انا البطبوط كنديرو في المقله ديال البغيرير، صراحه ما عرفتش، ولكن هذه الفكره ديال ماما كتصوبوا دائما ماما في المقله ديال البغرير، وفاش جربتوش انا صراحه ولا كيصدق ليا بزاف. يعني ما بقيتش كندير هذيك المقله الثقيله، ولكن عاوتاني على حساب كل واحد وفاش يطيب، يعني فاش كيرتاح يطيب البطبوط. صافي كنبقى كنقلب هكا ملي كندير، كنحط هذيك البيضه كنبقى كنقلب فيها حتى كتحمر ليا هكا وهكا. شوفوا كيفاش كيجيو، صراحه كيجيو زوينين بزاف. هذا هو الشكل النهائي ديالهم من بعد ما طابوا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ما يكونش طويل عليكم بزاف، وكنتمنى تابونوا عندي وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم صحابكم. صحه وراحه، السلام عليكم.